مميزة هذا الموسم، والكرة أمامية الآن لمصلحة صحار. أخطر الآن البداية للتماسيح. الله، صحار يطرق أول الأبواب. الأخضر مثير للإعجاب. هدف أول للتماسيح، هدف أول للتماسيح. يبدو بأنه بأقدام بدر الجابري. في الليلة الظلماء يظهر البدر، بل لا يفتقد البدر. هنا يسجل أولى الأهداف. صحار يتقدم بالهدف الأول. التماسيح تفجر البركان الأول، وفرحة جماهيرية. لاحظ الكرة الماضية. الله يا حاتم، الله يا حاتم، أمامية جميلة. بدر الجابري لا يضيع مثل هذه. بدر الجابري يسجل. يا الله يا حاتم على التمريرة من وحي الخيال يا حاتم. وضعها بدر الجابري بكل إتقان لأن يعطي صحار هدف التقدم. بدر يسجل والتماسيح تتقدم بالهدف الأول في توقيت مبكر، في توقيت مبكر عزيزي المشاهد. هدف يولع من هذا اللقاء. النهضة يبحث الآن عن الطريق المؤدي إلى شباك مطر لوشاحي، وعلي البوسعيدي أمامية الآن. أخطر الآن للعنيد، أخطر الآن، ممكن التعادل. نعم، التعادل للنهضة. العنيد يبقى عنيد. لا تأمنن النهضة وإن كان في أسوأ حالاته. عاد النهضة سريعا، عاد العنيد سريعا، ويسجل هدف التعادل بقدم محمد الشامسي. محمد الشامسي يشرق بأحلام النهضاوية من جديد بهدف التعادل. لكن تمريرة رائعة من علي البوسعيدي، تمريرة رائعة من علي. ومحمد الشامسي يعرف جيدا طريق الشباك، يعرف جيدا كيفية تسجيل الأهداف. النهضة عاد، العنيد يبقى عنيد. لاحظ الكرة الماضية، لا وجود للتسلل. استلم الشامسي ووضعها قوية لكي لا تعود، لكي تسكن الشباك، ولكي يسجل من خلالها التعادل. النهضة يعود ولا يتأخر في العودة. هدف التعادل الشامسي. لاحظ الاستلام والتسديدة بعد ذلك التي تعانق شباك صحار، وكانت هنالك مطالبة من لاعبي صحار لوجود راية وتسلل، لكن حكم اللقاء يشير إلى وجود هدف التعادل، بالتالي لمصلحة نادي النهضة. عادت المباراة إلى النهاية إلا إذا كان للنهضة أو صحار رأي آخر في الدقائق القادمة. أمامي الآن سعيد الرزيقي. سعيد خطير الآن لمصلحة النهضة. الشلهوب الموهوب والنهضاوي من جديد. العنيد يبقى عنيد، وهدف نهضاوي ثاني. النهضة يقلب الطاولة. الشلهوب عاد بهم من جديد، ورقصة النهضاوية واحتفالية النهضاوية. سفينة النهضة عادت، والتعادل أتى بقدم سعيد الرزيقي المهاجم الذي يمتلك حساسية التهديف. وتلك الجماهير النهضاوية الآن تقول نعم، النهضة فريق بطولات ويعرف كيفية العودة. الشلوب، الله على لمسة الهداف، الله على كرة الهداف. الله يا الشامسي، تمريرة من وحي الخيال. هنا الشلهوب، وهدف ثاني نهضاوي، هدف ثاني نهضاوي. النهضة عاد من جديد، العنيد عاد من بعيد، وهدفين مقابل هدف. النهضة يقلب الطاولة عزيزي المشاهد على أصحابنا. لمصلحة صحار تقدم ممتاز ومرور ممتاز من قبل سمير يتقدم، وسمير يحاول، وسمير في وضعية ممتازة، وصحار يقترب، وصحار حاتم يعود بهم من جديد. الله، التي لا تهدأ، الرئة التي يتنفسون بها. صحار عاد، صحار بمستوى الكبار. صحار السنة نار نار. التحية،
التحية ويردد لهم بأننا لن نستسلم أبدا. التعادل بقدم حاتم في الدقيقة 80. عاد الصحار، عادت التماسيح، مدرج أخضر وفريق من الصعب أن يقهر. لاحظ التقدم من سمير هو نصف الهدف. سمير سوى كل شيء مرثية. تقدم حاتم بهدوء. الله يا حاتم، الله يا راشدي. حاتم يعود بهم من جديد. حاتم يؤكد بأن الصحار يواصل المسير. هدف التعادل يشعل المدرج الأخضر. هدف التعادل يشعل المدرج الصحراوي. حاتم حصى في الشباك وأدرك التعادل. هل يفعلها الصحار ويقلب الطاولة؟ هذه المرة تخلصت الكرة الماضية. قمة توفي بكامل الوعود، والجماهير التماسيح الآن في حالة من حراس المرمى الكثير من الدور في حسمها ركلات الترجيح في الموسم الماضي بنفس هذه الكيفية ومن نفس هذا المرمى. عبر النهضة على حساب صحار بركلات الترجيح. اللقطات والدعوات والأمنيات. جماهير النهضاوية الآن تمني نفس بتكرار مشهد الموسم الماضي، وجماهير التماسيح تدعو بأن يتوفق فريقها في أن يبلغ الدور الستة عشر. الركلة الأولى نهضاوية. المغربي منير ديان في مواجهة مطر لوشاحي. مطر الحارس الذي يقدم موسما استثنائيا. منير ومطر. منير يسجل. يا سلام، منير ديان يسجل بطريقة ممتازة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى، وبالتالي النهضة يتقدم. النهضة يتقدم. الآن الركلة الأولى لمصلحة نادي صحار. ممتازة الكرة الماضية من منير ديان، وضعها بشكل ممتاز الكرة الماضية. ودائما ما يقال بأن اللاعب صاحب التسديدة الأولى مهم جدا، لأن أن تسجل التسديدة الأولى أو الركلة الأولى مهم بعد ذلك حتى معنويا لباقي الركلات. حاتم الراشدي. حاتم الراشدي. الركلة الأولى لصحار. حاتم ضغط كبير أكيد، وعلى حاتم أن يكون في وضعية هادئة إذا ما أراد التسجيل. حاتم وسال يسجل. حاتم يسجل. حاتم أيضا الركلة الأولى لصحار. ركلة بركلة الآن. ركلة بركلة الآن. حاتم الراشدي وضعها أيضا على يسار سهيل تويني وسجل بالتالي الركلة الأولى الآن لمصلحة صحار. سجل الركلة الأولى لصحار سالم الشامسي. سالم الشامسي النهضاوي الذي عايش لحظات النهضة وأفراح النهضة في مناسبات عديدة. سالم يتقدم. الشامسي، يا الله يا سالم، سجدة شكر ويسجل سالم الشامسي. لاعب يعرف كيفية التسجيل، وذلك الرجل النهضاوي وذلك العاشق النهضاوي. واللقطة معبرة، يعبر عن الفرحة. ضغط كبير وركلات ترجيح وأعصاب. الآن النهضة يتقدم هدفين مقابل هدف. الركلة الثانية لصحار. الركلة الثانية لصحار في هذه اللحظات. قد يكون أحمد الخميسي. قد يكون أحمد الخميسي على تنفيذ الركلة الثانية لصحار. أحمد الخميسي في مواجهة سهيل تويني. أحمد وسهيل نشاهد هذه الركلة. أحمد يتقدم. الركلة الثانية يسجل أحمد الخميسي لمصلحة صحار. أيضا الركلة الثانية. الركلة الثانية أيضا ناجحة لصحار، وبالتالي هدفين مقابل هدفين. هدفين مقابل هدفين. حتى بشكل ممتاز الخميسي يعبر عن الفرحة أيضا بالتسجيل من خلال الركلة الثانية للتماسيح. الركلة الثالثة الآن للنهضة.
الترجيحية الثالثة لمحمد الشمسي. الشمسي من قدم مباراة كبيرة، الشمسي، ولاحظ الصورة، مطر. دائما سحار بمن حضر يتصدى للركلة الثالثة للنهضة. الله على مطر، الله على مطر، يتصدى للكرة الماضية، وبالتالي النهضاوية الثالثة ضاعت على الشمسي. كنت أتكلم بأن الشمسي قدم مباراة كبيرة، لكن تلك هي أحكام كرة القدم، وياما لاعبين كبار ضاعوا ركلات ترجيح. الآن الركلة الثالثة للصحار وفرصة للتماسيح للتقدم. مطر قد يكون العريس الليلة إذا ما استطاع صحار العبور، لكن الركلة الثالثة لا لصحار. الركلة الثالثة لصحار. سالت ويني يتواجر، الله، هي في المرمى كذلك، هي في المرمى كذلك، نعم، للتماسيح. الثالثة ناجحة أيضا لصحار، كانت بقدم سالم المقبالي، الله يا سالم، وضعها بشكل رائع، أرسلها لكي لا تعود. يسجل ثالث الركلات لصحار. صحار الآن 3، النهضة هدفين، النهضة هدفين. الركلة الرابعة للنهضة. إذا أهدرت هذه الركلة سيكون العنيد في وضعية صعبة. سليمان ديمبا قد يستعمل فيها أسلوب القوة، كذلك أتوقع ديمبا، يا سلام، يسجل أيضا للنهضة، وبالتالي تصبح 3 مقابل 3، 3 مقابل 3، 3 مقابل 3. لكن الآن صحار أمام فرصة للتقدم باعتبار أنه يمتلك ركلة زايدة عن النهضة. سليمان ديمبا وضعها بشكل رائع. أيضا الكرة الماضية، الركلة الصحراوية الرابعة، قد تكون بقدم أحمد الكحالي. الكحالي أحمد، ويا أحمد، والدعوات من جماهير صحار بأن تذهب، بأن تعبر هذه الكرة، لأن صحار إن سجل هذه الركلة أعتقد بأنه سيقترب كثيرا من حسم بطاقة التأهل. أحمد الكحالي وسالت واني، الكحالي يضيع والأمل عاد من جديد للعنيد. الله على ركلات ترجيح، على أعصاب، على السيناريو. لاحظ الكرة الماضية، الكحالي اصطدت في العارضة وأنقذت النهضة، اصطدت في العارضة لأن تبقي الآمال للعنيد. ركلات الترجيح، ركلات الترجيح، السيناريو الذي لا ينصح به ضعفاء القلوب. نعم، الآن الركلة الخامسة، الرزاقي للنهضة. سعيد الرزاقي يتقدم ويسجل بكل هدوء. عندما تتكلم عن الخبرة والحس التهديفي والهدوء، فإن كل تلك الصفات في الركلة الماضية لسعيد الرزاقي. حطها شلوب وسجل الخامسة للنهضة. الآن الخامسة لصحار، الخامسة للتماسيح، قد تكون بقدم عبد العزيز الحسني. نعم، هي بقدم القائد عبد العزيز وسالت ويني. الركلة الفاصلة، عبد العزيز يسجل، يا سلام، يا سلام على عبد العزيز، استعمل فيها أسلوب القوة وسجل الركلة الخامسة لمصلحة التماسيح. 4-4، 4-4. وضع حارس المرمى سالت ويني في زاوية والكرة في زاوية أخرى، وسجل بالتالي الركلة الخامسة لصحار. عبد العزيز يسجل. الآن الركلة السادسة للنهضة. علي البوسعيد، لاعب صحار سابقا ولاعب المنتخب الوطني، أمام مطر الوشاح. علي البوسعيدي أمام مطر، ومطر هل يواصل التألق؟ علي البوسعيدي يتقدم ومطر يتصدى. مطر هو العريس هذه الليلة،
الصحراوي بمن حضر يا مطر، والركلة السادسة يتصدى لها مطر. لاحظ كرة علي البوسعيدي والتصدي من مطر لوشاحي. مطر لوشاحي قد يتكفل بتسديد الركلة السادسة. هل يفعلها صحاب؟ هل تفعلها التماسيح؟ الركلة الأخيرة يا مطر فيها الكثير من الأحاسيس لجماهير صحاب. هي الركلة التي ستصل بصحار إلى الدور 16. مطر لوشاحي، مطر، الله، فعل صحار التماسيح إلى الدور 16. الله يا مطر، الله يا مطر. مطر لوشاحي نعم يقود صحار إلى الدور 16. فعل صحار نعم ويتأهل إلى الدور 16. فرحة ما بعدها فرحة، غليان بركان. الصحار استطاع أخيرا أن يصل إلى الدور 16. مطر هو العريس، مطر هو العريس الليلة بالنسبة لصحار. يهدي التماسيح التأهل للدور 16. ألف مبروك لصحار وألف مبروك لجماهير صحار. ومدرج أخضر في حالة غليان. الصورة لا تحتاج إلى وصف، الصوت تقطع والصوت عجز من المواصلة. صحار فعلها وصحار نعم إلى الدور 16. مبروك لصحار. وهات لك للعنيد، هات لك للعنيد هنا حاتم. وفرحة جماهير صحار التي يعبر فريقها نعم إلى الدور 16. أخيرا صحار تخلص من عقدة الدور 32 واستطاع العبور على يد النهضة. ألف 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 مبروك لعشاق صحار، لجماهير صحار، للمتيمين والمغرمين في حب صحار. فرحة كبيرة وتأهل صحراوي على حساب النهضة. أخيرا استطاع صحار أن يفك العقدة وأن يتأهل إلى الدور 16. فرحة لجماهير صحار. ألف مبروك لهذه الجماهير، ألف مبروك لهذا المدرج الذي طالما كان حالة استثنائية في ملاعبنا العمانية. المشهد الذي قد يشد انتباه جماهير التماسيح. تعشق صحار وتحضر بقوة سواء هنا في الدار أو حتى خارج الديار. الأخضر يشعرك بشعور مغاير وبأجواء استثنائية. الجماهير التي تشكل قلعة الخضراء تصبو وتهدف وتحلم بلقب هذا الموسم. نعم الآن صحار والمدرب عبد الناصر المكيس على الأعناق فوق الرؤوس. فرحة بهذا التأهل، فرحة بهذا الصعود على حساب العنيد النهضاوي. ألف ألف مبروك لصحار وألف مبروك لجماهير صحار. سعدت بلقائكم مشاهدينا الكرام. أتمنى أن أكون قد وفقت في نقل أحداث ومجريات هذا اللقاء. وتقبلوا تحيات محمد الريامي إلى حين اللقاء بكم في مناسبات قادمة. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. الكلمة الآن للزملاء في الاستوديو والكلمة تحديدا عند الزميل العزيز يونس الخير. شكرا للزميل محمد الريامي. نقدم تحية لكم أيها الأحبة. إذا ألف 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 مبروك لنادي صحار وجماهير نادي صحار هذا الفوز وهذا الانتصار بركلات الترجيح. استحق نادي صحار بالتأكيد الفوز من خلال هذه المباراة. بعدين كانت أيضا مباراة مثيرة بين الطرفين. النهضة أيضا نقول حظا أوفر بالنسبة لنادي النهضة الذي قدم أيضا مستوى مميز خلال هذه المباراة. ركلات الترجيح كانت حاسمة ب5 مقابل 4 لصالح نادي صحار. مباراة ماراثونية يعني جميلة حتى جميلة. صراحة استمتعنا في كل شيء في المباراة. كل لحظاتها جميلة يعني. إيه يعني شوف فيها كثير من التقلبات. أول شيء نهني هذا الجمهور اللي أنا أعتقد أنه ملح البطولات العمانية. صحيح. يعني أضاف مش بس لهذه المباراة، لكل مباريات نادي صحار صار الكل يحب يتابع. يعني يستحق طبعا الفريق لعدة أسباب. أولها وأهمها هذا الجمهور. اثنين، فريق شاب جدا
فريق شاب كم جدا. لاعب انت ذكرت لي تحت 19 سنه كابتن؟ انا يمكن اللي اعرفهم، انا يمكن في اخرين، لان انا اعرف ان هذا الجيل كان على ما اعتقد انه بطل او ثاني السلطنه في الناشئين. نفس هذه المجموعه بطل السلطنه في فئه الشباب. إسحاق المقبالي، حسن العجمي، سالم المقبالي، حاتم الروجدي، الأربعة أنا متأكد تماما لأني دربتهم في منتخب الشباب. كانوا موجودين. أكبرهم سالم المقبالي 95 وهو حسن العجمي. حاتم إسحاق مواليد 96. أتصور أن مطر الوشاحي الحارس اللي برز هذا الموسم وبرز في ركلات ترجيح بالضبط وبدر الجابري. أتصور لعيبة صغار في السن. والكابتن فهد كان يذكر لنا أن أحمد الخميس الكحالي اللي ضاع ضربة الجزاء من مواليد 94 أو 93 على أقصى تقدير. عمر الفزاري في نفس، يعني أنت تتكلم على فريق متوسط الأعمار يمكن 20 سنة، مش صحيح. يعني صحيح. مش أكبر لاعب أكيد هو القائد عبد العزيز الحسني، ما متأكد من شيء، ولكن فريق شاب جدا يلعب بدون هدافة. صحيح. فدران تأخر في نتيجة المباراة، وفدران مؤثر جدا، هداف الفريق واحد هدافين الدوري. فيعطيك مؤشرات ان الفريق جيد. اللي اضاف للمباراه متعه هو التحسن الكبير اللي صار مع نادي النهضه في الشوط الثاني. اتفق تماما مع كابتن فهد، الانضباط اللي صار، وكان عنده